الدولار رفع فالاسعار غليت. طيب دلوقتي الدولار نزل، المفروض الاسعار تنزل. دلوقتي في ناس بتكلمني، في عملاء يعني بيكلموني، والله يا استاذ محمد دلوقتي الاسعار مبالغ فيها والمطورين مبالغين في الاسعار والاسعار عاليه جدا والناس مسعره غالي والكلام ده. فانا بصراحه يعني ايه عايز كده ايه اتكلم في الموضوع ده. في ناس برضو كلمتني هو التسعير بيتم ازاي، هل بيتم بالحب كده ولا في معايير معينه بتتاخد في التسعير والكلام ده كله. وبرضو في نقطه، لو عميل جه قال لك ان انا تكلفه المباني بتاعه اليونت بتاعتي اقل بكتير جدا من اللي حضرتك بتتكلم فيه، ف يعني ايه هبدا ان انا اتكلم في كل الحاجات دي. نصلي على النبي كده وانا هبدا اقول لكم كل حاجه. طيب مبدئيا انا دلوقتي عليك كعميل ما ينفعش تبص للموضوع من منظور العميل بس، لازم حضرتك تحط نفسك مكان المطور عشان نعرف نحكم على الموضوع صح. طيب انا دلوقتي عندي، لو حضرتك جينا كده رجعنا هنلاقي ان العاصمه اول ما نزلنا يعني ايه اقرب مثال والكلام ده كله، كنا بنبيع يعني في شركات نزلت كنا بنبيع المكاتب ب 250,000 و 300,000 جنيه وسعر متر 15 و 16,000 جنيه، والسكني كان في حاجات بسعر متر ب 5,000 و 6,000. والدنيا كانت كويسه. انا مفيش مطور بيكره البيع، لا ده بالعكس، كل الناس عايزه تبيع وعايزه ان هي تعمل ارقام كويسه والكلام ده كله. طيب الناس دي ايه اللي حصل لها؟ الناس دي لما كانت بتبيع بالاسعار دي احنا يعني في يوم وليله كده كام تعويم على الدولار، بقينا نسمع ارقام فلكيه. الحديد والاسمنت بقى رفع مره واحده، الكلام ده كله. فطبعا حصل دروب جامد جدا مع مطورين كتير. ليه حضرتك دلوقتي بايع سعر متر 15,000 و 16,000 بعد اللي حصل ده كله، جاي بتبني سعر المتر الانشاء يا جماعه وصل كام؟ طب الالكتروميكانيكالز، طب انا هبني منين ده؟ لو حطيت فلوس من جيبي مش هعرف ابني. فالدروب ده طبعا عمل يعني ايه زي اضطراب كده عند المطورين. انا دلوقتي لازم احط معامل ريسك، لان انا الواحد مش ضامن ظروفه، يعني اللي اتلسع مره لازم بعد كده ياخد باله. فانا دلوقتي عندي كذا عامل بيدخلوا دولار، لو لا قدر الله اي عامل من العوامل دي اتاثر والدنيا اتغيرت والكلام ده كله، هل انا بقى هعرف ابني، هعرف اواكب، ولا هيحصل معايا زي الدروب اللي حصل قبل كده؟ فكون ان الناس مسعره ازيد شويه ده طبيعي ومنطقي، يعني خلينا نتكلم بكل صراحه وبكل مصداقيه، ده طبيعي ومنطقي. انا عايز اقول لحضرتك ان في ناس يعني دخلت في مشروع تاني وهتاخد هامش الربح ده وهتاخد الربح من المشروع التاني عشان تعرف تبني بيه المشروعين، او يعني اللي هو ايه تكيد بس معاه. انا عايز بس ابني المشروع اللي انا مش عارف ابنيه ده وابني التاني، ويعني بس تكيد معايا. لما بتيجي تسعر في كذا عامل ببدا ان انا اسعر على اساسه، واولهم ان انا بعمل سيرفي. يعني انا بعمل سيرفي على المنطقه اللي انا نازل فيها، لان حضرتك كل منطقه ليها سعر. ما انا يعني اكيد مش هيبقى المنطقه الناس اللي فيها ده بيبيع بكذا وده بيبيع بكذا وانا اروح ابيع بقى بسعر تاني خالص. فانا ببدا ان انا اشوف، لا انا اللي باني بيبيع بكذا، واللي لسه بادئ بيبيع بكذا، واللي معاه ورق بيبيع بكذا. فببدا ان انا اشوف واعمل سيرفي واحط متوسط. ليه؟ لان انا كمان ممكن الاقي واحد باني وخلاص وبيبيع بسعر بسعر قليل، انا لو جيت بعت بيه هو خلاص الكوست بتاعته عرفها وبنى وخلص وعرف هو صرف ايه. فانا لو جيت بعت بيه بنفس السعر ممكن يخسر معايا، يعني قدام الحاجه تغلى. لسه هو كان بادئ وسعر الحديد باكس، سعر الاسمنت باكس، انا النهارده لا سعرهم باكس ونص او 2 اكس، فانا لو عملت زيه لا هيبقى كده انا بتصرف غلط. فانا في كذا كده حاجه لازم ابدا ان انا ابص
ابص عليها واعمل سيرفي واشوف الكوست واشوف الناس اللي حواليا بتبيع بكام، واللي باني بيبيع بكام، واللي لسه بادئ بيبيع بكام، وابدا اسعر على هذا الاساس بطرريقه منطقيه وبطريقه بروفيشنال كده، عشان خاطر يعني ابقى ولا بعت بسعر قليل قوي يخليني ان انا ما اعرفش ابني او ما اعرفش اكمل، ولا بعت بسعر عالي قوي بحيث ان انا ابقى وقفت المبيعات عندي. لا، لازم بعمل كده حاجه كده متوازنه بحيث ان الدنيا تبقى ظريفه في كل النواحي. طيب دلوقتي المطورين الكبار عاملين بيمنت على 14 سنه و15 سنه ومقدم 1% ومقدم 0%. هل انا كمطور حجمي مش زيهم ابدا ان انا اقلدهم؟ فطبعا الاجابه ان الناس دي ناس كبيره في السوق بقالها سنين وكسبوا كتير قوي، وعندهم اللي يغطيهم، وعندهم الملاءه الماليه بتاعتهم، وعندهم اللي يسندهم، وعارفين هم بيعملوا ايه كويس. فانا ما ينفعش اقلدهم عمياني، يعني ما ينفعش ان انا انزل احرق وخلاص. اذا كانوا الكبار عاملين كذا انا كصغير اعمل اقل منهم، لا، هي ما بتتحسبش كده خالص. هم الناس دي عندها، حضرتك عندك الملاءه الماليه اللي هتسندك لما تحرق او تعمل بيمنت على مدة طويله، ولا هتيجي تتعثر؟ فحضرتك لازم تسال نفسك شويه اسئله كده. هل انا هعرف؟ هم هيعرفوا، لان الناس دي زي ما قلت هم خلاص عارفين هم بيعملوا ايه، والناس بقى لها سنين وكسبوا وعارفين الدنيا اولها ايه واخرها ايه. فحضرتك هتعرف تكمبيت وتعرف تكوب مع الحاجات اللي هم عاملينها دي، والتحديات بتاعه الماركت والاسعار المتذبذبه والكلام ده؟ لا، مش هعرف. خلاص، يبقى انا لازم ساعتها بقى اعمل ايه؟ بدل ما انا انزل حفله بكذا، بيلبوردز بقد كده، 60 سيلز، وابدا ان انا اافور جامد قوي في المصاريف، لا، ابدا ان انا الحاجات دي كلها احطها في السايت، احطها في الاقساط بتاعه الارض، احطها في الكلام ده، وامشي واحده واحده عشان تبدا ان انت تظبط. ليه؟ لان حضرتك لو جيت اجمد حفله واكتر عدد بيلبوردز واكتر عدد سيلز وكوست رهيبه واوفر هيد مرعب، وبعد كده جيت ما فيش المردود اللي انا مستنيه، انا كده بقيت في حته مش اظرف حاجه. فانا لازم ابدا ان انا اشوف انا فين، يعني انا وضعي فين وعايز اوصل لايه، وايه البلان بتاعتي، يعني انا ايه احسن بلان. هل اقلل كوست، اقلل ما اجيبش عدد سيلز كبير، لا اجيب عدد قليل، اعمل اوفر هيد اقل شويه، اقلل بيلبوردز، ما اعملش ايفنت واجيب فيه ادفع فيه ملايين، وابدا ان انا امشي ستيب باي ستيب عشان خاطر ما يحصليش دروب. ولا انا لا، الوضع اللي انا فيه ده انا بتوسع جامد، فلازم عايز عدد مرعب، وعندي حجم مشروع كبير، ومحتاج بيلبوردز، ومحتاج وي 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 وي، وانا الماليه معايا كويسه، ومعايا كاش فلو محترم، ماشي يلا بينا. فانا لازم بشوف انا السيتويشن، انا وضعي فين، عشان ابدا ان انا احط خطه، الخطه دي تنجح. عايز توصل لايه، وايه اولوياتك، رتب الاولويات. هل انا اولوياتي ان انا اظهر واعمل براندنج واعمل ايفنت واعمل الناس كلها، ولا اولوياتي ان انا ابني يعني شوف انت فين وعايز توصل لايه، وشوف السوق الحركه بتاعته عامله ازاي، هل هو متحرك ولا الحركه هاديه، عشان خاطر ما بقاش انا صرفت وعملت والكلام ده كله واجي ما الاقيش المردود اللي انا مستنيه، فابقى لبست. لا، ابدا ان انا ادرس، والله الحركه هاديه ومش عارف ايه، فابدا ان انا اشتغل على الهادي، وابدا ان انا يبقى في بدل ما انا عندي 60 سيلز، لا انا اخلي 10 15 20 الكلام ده كله.
محتاج ايفنت وبيل بورد والكلام ده كله، لا الماركت مش محتاج ده، محتاج ان انا الحاجات دي اعملها في اوفر او في ديسكاونت في الاول، فتخلي البروكر يعرف يتحرك عليا، يخلي العميل يعرف يتحرك عليا. تمام. طيب دلوقتي في ناس برضو بتقول حاجه، ان انا دلوقتي الدولار رفع فالاسعار غليت. طيب دلوقتي الدولار نزل، المفروض الاسعار تنزل. هي ما ينفعش في العقارات تتحسب كده يعني. زي برضو لما حضرتك شفت البنزين، هل البنزين بعد ما رفع رجع نزل تاني؟ في حاجات كده بعد ما بترفع، بعد ما بتاخد فيها ستيب، ما ينفعش تنزل تاني، لان العقارات لو حصل فيها كده انا كده كل يوم هبيع بسعر. يعني انا هصحى كده من النوم، صباح الفل الدولار النهارده بكام؟ بكذا، طيب يلا انا هسعر على كذا. صحيت تاني يوم لا ده بقى بكذا فانا هسعر على كذا. لا ما ينفعش يا جماعه. العقارات يبقى ليها تأثير بالدرجة دي كده بالدولار. خلاص انت خدت ستيب في العقارات، مش هينفع ترجع فيها. ممكن بقى تعوض ده في تسهيلات، في ديسكاونت، في اوفر، لكن ان حضرتك خدت ستيب ووصلت لسعر متر معين، مش هينفع ان انا ارجع له تاني عشان الدولار نزل. انا مش كل يوم هقوم بقى ايه ده الدولار النهارده ب 47، طب لا اعمل سعر المتر كذا، النهارده ب 48 اعمل. لا ما ينفعش. العقارات من الحاجات لان هي بتتاثر بكذا حاجه بقى، بعماله، بمواد بناء، بنقل، بحاجات كتير قوي قوي قوي. فهي دي من الحاجات اللي حضرتك لو خدت فيها ستيب ما ينفعش ترجعها، فلازم الستيب اللي انا اخدها تبقى مدروسه كويس جدا جدا جدا. تمام. فطبعا يعني ايه، مش عايزين نحط الدولار ده اهو الدولار نزل فالعقارات ما نزلتش ليه، لا ده مش مقياس خالص خالص يا جماعه. كويس. طيب في عملاء بقى بتيجي تقول لحضرتك والله انا الفلوس اللي انا هدفعها او توتال الوحده مش قد الكوست بتاعتها خالص، انا حاسس ان السعر مبالغ فيه. طب يعني هو حضرتك لما بتيجي مثلا الناس اللي بتروح تشتري فيلا في الساحل ب 400 و 500 مليون، نص مليار جنيه، هل دي التكلفه بتاعت الفيلا؟ لا طبعا مستحيل. حضرتك ما بتشتريش مباني، انت مش بتشتري حيطان وطوب، لا ما بتشتري اكتر من حاجه، بتشتري حاجات كتير جدا، بتشتري لوكيشن، بتشتري كوميونتي، بتشتري سيرفيس، بتشتري كواليتي، بتشتري حاجات كتير قوي. فانا ما ينفعش اجي اقول لحضرتك احسب لي بقى التكلفه بتاعتها كده بكام لا ما ينفعش يعني. ده كده احنا مش بنتكلم في حاجه منطقيه. هي دي يعني ايه اللي انا عايز اقوله، ويا رب اكون يعني اتكلمت صح، ولو قلت حاجه غلط يعني فسامحوني، ويا رب اكون يعني في اي استفاده طلعت.